وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة ما زلنا نتكلم عن اللغة العربية وتاريخيتها في الصومال، وهو الجزء الرابع. وذكرنا في الحلقة السابقة أننا نتناول هذه المعلومات أو هذه المقتطفات نتناولها من كتاب الثقافة العربية وروادها في الصومال للكاتب الصومالي الدكتور محمد حسين معلم علي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في الصومال. وفي هذه الحلقة يركز صاحب الكتاب أو نحن نركز من مقتطفات هذه التي أخذناها من هذا الكتاب الهجرات العربية إلى الصومال. كانت منطقة الجزيرة العربية وغيرها من المناطق العربية الأخرى لها صلات قوية مع الشعوب القاطنة لمنطقة القرن الإفريقي. كلمة القرن الإفريقي هو مصطلح جديد، مصطلح سياسي لحصر هذه المنطقة على 11 دولة أو 9 دول، من ضمنها الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال وكينيا ويوغندا وجنوب السودان، والسودان متأثرا أو مؤثرا في ذلك. هذه تسمى القرن الإفريقي، وهو ذلك القرن النائي على البحر الأحمر. وحيث كانت سواحل المنطقة تعتبر أو تعد نقطة مهمة للاتصال. في ذلك الوقت لم يكن هنالك جوازات ولم يكن هناك تعقيدات، الإنسان يتحرك كيفما شاء حيثما أراد، ويذهب من تلك المنطقة إلى تلك المنطقة وهكذا. ولذلك حصل هنالك اختلاط بين الشعوب وتعارف وتزاوج وتمازج بينهما ونقل الحضارات. فلذا من تلك المنطقة هذه المنطقة تأثرت بالهجرات العربية التي جاءت من الجزيرة العربية ومن غيرها. وشوهدت في السواحل الصومالية سفن عربية كثيرة في القرن الميلادي، في القرن الأول الميلادي. وكان أهل اليمن يعدون من أوائل النازحين إلى بلاد الصومال، حيث تصدع سد مأرب اللي موجود في سبأ في ذلك الوقت، وانهار في مطلع القرن الثاني الميلادي. والمعلوم تاريخيا أن سد مأرب في هذه الفترة كان بمثابة شريان الحياة الاقتصادية وعمودها الفقري، ولا شك أن انهياره كان يعني انهيار اقتصاديات البلاد. لذلك كاملة ولأجل هذا الظرف المعيشي الصعب انتقل الشعب السبئي أو اليمني إلى الساحل الإفريقي بما يسمى الآن بإفريقيا، أو كانت يطلق عليها بلاد الحبشة أو كان يطلق عليها بلاد السودان وهكذا. ولأجل هذا الظرف المعيشي الصعب اضطر السكان للنزوح إلى كما تحدث كوارث حروب، كوارث طبيعية، ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان. فكان هنالك دخول إلى هذه المنطقة بعد انهيار سد مأرب الذي كان في اليمن عند السبئيين. وقد ازداد حجم الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا بعد ظهور الإسلام. وأول
هجرة كانت هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة هروبا من اضطهاد قريش واللجوء إلى ذلك الملك النجاشي العادل الذي لا يظلم عنده أحد، كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وأبرزها فقد أصبح لدى العرب دوافع جديدة غير العامل التجاري أو الاقتصادي، وأبرزها دوافع دينية وسياسية طرأت في العهدين الأموي والعباسي بعد الدولة الإسلامية. بعد الدولة الإسلامية الأولى ظهرت هنالك الدولة الأموية والدولة العباسية، وكان العرب يحاولون إيجاد أماكن استقرار. كان هنالك مشاكل قبلية ومشاكل طائفية وكذا في هذه المناطق، والناس كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان لعدم ارتياحهم لهذه المنطقة، فمما ولدت تمازج بين هذه المدن أو هذه الدول العربية والإفريقية. وكان العرب يحاولون إيجاد أماكن استقرار دائم في سواحل إفريقيا الشرقية وإقامة كيانات سياسية إسلامية، ومن هنا ارتفع مستوى العلاقات بين الجانبين وازدادت الروابط بين الشعبين، يعني الشعب العربي والشعب الإفريقي. وبتزايد الهجرات العربية ازداد الاستيطان العربي على سواحل القرن الإفريقي، وانتشرت هذه المستوطنات على طول السواحل الصومالية المطلة على البحر الأحمر والمشرفة على المحيط الهندي. ومهما كانت دواعي ودوافع هذه الهجرات إلا أن تأثيرها وتأثرها بالمجتمع الصومالي كان ملموسا. وقد أشار المؤرخون إلى مستوى ما وصلت إليه علاقة العرب بالقرن الإفريقي، وأكدوا أن العرب المسلمين كانوا يسيطرون على زمام أمور الملاحة والتجارة في المحيط الهندي. وأولا بداية الهجرات العربية إلى الصومال. بداية الهجرات العربية إلى الصومال: أولا ألف هجرة العمانيين، وهي دولة عمان، سلطنة عمان. هذه كانت أول هجرة للعمانيين، ويرجح البعض أن أول هجرة إلى ساحل شرق إفريقيا بعد ظهور الإسلام ترجع إلى 20 عاما من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما توجهت مجموعة من عرب عمان نحو منطقة شرق إفريقيا، وقد ساعدهم على ذلك عدة عوامل، منها سهولة الاتصال بها وقربها جغرافيا، إضافة إلى تفوق العمانيين في العلوم البحرية وصناعة السفن. وكل هذه العوامل جعلتهم يتجهون صوب البحر ويجوبون سواحل المنطقة. لذلك أنشأوا جزيرة سميت بجزيرة زنجبار على سواحل كينيا. ثانيا هجرة المخزوميين، وهي قبيلة عربية، هي هجرة عربية أخرى كان قائدها ابن هشام ود بن هشام المخزومي، وذلك في الربع الأول من القرن الأول، حيث استقر ومن معه في منطقة شوا الحبشية في إثيوبيا، ونشروا العقيدة الإسلامية في قطاع واسع من هذه المنطقة، بل وقد استطاع هؤلاء الانصهار مع السكان الأصليين. لذلك تجد هنالك اختلاط ووجوه عربية في الحبشة الآن، إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، لاختلاط العرب بأهل المنطقة، وذلك بعد التزاوج بينهم، ومن ثم كونوا مملكة شوا الإسلامية ضمن الممالك الإسلامية التي ذكرناها في حلقة مفردة، هي السلطنات والممالك التي نشأت في شرق إفريقيا. هي أكثر من 10 مملكة أو سلطنة، وعرفت ببلاد الطراز الإسلامي. وقد استمرت هذه المملكة فترة طويلة. ومن الجدير بالذكر أن المخزوميين كان لديهم معرفة سابقة بالمنطقة، حيث سبق أن هاجر مخزوميان
إلى الحبشة ضمن وفد مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أثناء هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة إلى النجاشي، مما يوحي أن لهذه الأسرة معرفة وإلمام واسع بالمنطقة أكثر من غيرها من القبائل العربية الأخرى. يعني هذه القبيلة كان منها بعض الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكة إلى الحبشة، وكانت لهم معرفة بهذه المنطقة. جيم أو ثالثا هجرة جلنديين. ومن الهجرات العربية إلى المنطقة في العصور الوسطى هجرة قام بها آل الجلندي في القرن السابع الميلادي، وكان الجلنديون يحكمون أرض عمان، كان في عمان قبيلة عربية في فترة الخلافة الأموية، حيث كانوا يتمتعون باستقلال تام وبحكم ذاتي منذ صدر الإسلام، بل وكانوا يسيرون أمر عمان دون الرجوع إلى مقر الخلافة، رغم أن إقليم عمان كان تابعا لولاية العراق. ومع ذلك فإن الجولنديين لم يقوموا بأعمال تظهر معارضتهم للخلافة الأموية أو خروجهم عليها، رغم ما كانوا يتمتعون به من نفوذ واسع، وفي الوقت نفسه لم يكن هنالك يظهرون الولاء والطاعة لها أو يبعثون الخراج إليها، بدليل أن عمان خلت من قائمة الولاة والعمال التي كانت عادة تعين من، يعني كان خلاف بينهم وبين الخلافة الأموية في ذاك الوقت أو الخلافة العباسية. ومن ناحية أخرى فإن الخلافة الأموية لم تحاول ضم هذا الإقليم إلى حوزة الدولة، لأنها كانت غنية عن تأديبهم وإخضاعهم، ولا سيما بعد وفاة يزيد بن معاوية رضي الله عنه، حيث أصبحت الخلافة مشغولة بالقلاقل والثورات والصراعات الداخلية، وخاصة صراعهم مع حركة، والصحيح أنها كانت خلافة وليست حركة. عبد الله بن زبير بن عوام رضي الله عنه، وحينما استتب الأمر كلية للأمويين وأخمدوا الثورات وسيطروا على الأوضاع في العراق والحجاز عقب مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، اتجهت عنايتهم نحو عمان التي كانت في هذه الفترة ملاذا آمنا ومأوى للثوار المعارضين للحكم الأموي، علما يعني حصل خلاف بينهم، ثم ذلك تركوا تلك المنطقة ولجوا إلى شرق أفريقيا وكونوا سلطنات وممالك، علما بأن إقليم عمان كان تابعا لولاية العراق تحت إمرة الحجاج ابن يوسف الثقفي، إصرارا لتأديب الخارجين على سلطته وإعادة الأقاليم إلى طاعة الخلافة. وهذا الجيش استطاع أن ينزل هزيمة ساحقة بالمتمردين من أتباع الجولنديين. ويقال إن الأمويين أضعفوا صفوف خصومهم حيث فرقوهم وشتتوا شملهم، حيث استعانوا ببعض القبائل عليهم، بل إن الخليفة عين رجلا مخلصا له. هذه الأشياء التي حصلت في تاريخ الإسلام، الصراعات والنزاعات بين المسلمين، تلك أمة قد خلت، ومهما يكن فإن جيش الحجاج احتل عمان، فاضطر سعيد وسليمان أبناء عباد إلى الفرار من المنطقة. بعدما احتل الحجاج هذه المنطقة فروا إلى شرق أفريقيا في نهاية القرن السابع الميلادي، وقد اشترك في هذا النزوح الإجباري عدد كبير من قبيلة الأزد العمانية، وهم تقريبا يعني الفرقة الإباضية. ومع أن هذه الهجرة شملت مجموعة كبيرة من أتباع آل جلدلي وأنصارهم، إلا أن هجرة الأميرين سعيد وسليمان ضمن المهاجرين تبرهن على مدى معرفة القوم بأحوال منطقة شرق أفريقيا، وأقل شيء كان لديهم معرفة وجود عماني سابق، إذ أنه لا يستقيم في العقل أن يلجأ سلطان عمان سليمان وسعيد، وهما ليس فردين عاديين، فرارا بنفسيهما وبأهلهما ومن تبعهما من قومهما إلى أرض وبلاد فارغة من الوجود.
أي كان هنالك جزء من العمانيين قبل أن يفر هؤلاء هذين قبل ما أن يفر هذين الأميرين. والفرد العادي لا يمكن أن يلجأ إلى مكان يثق به، فضلا عن أمير أو سلطان الذي لا يتصل غالبا إلا أمر مثله. ومن المحتمل أن تكون هنالك إمارات أو دويلات عربية في المنطقة، وأبناء الجولندي نزلوا ضيوفا عليها. هذا تاريخ حصل في ذاك الوقت، والغاية منه أن هؤلاء العرب حينما ضاقت بهم فروا إلى هذه المناطق. والمستفاد من هذا التاريخ أن اللغة العربية لم تأتي جزافا في هذه المنطقة أو صدفة، إنما كان لها أصول قبل الإسلام وبعد الإسلام. والمصادر الأولية لم تحدد مكان نزول الجولنديين في شرق أفريقيا، إلا أن بعض الباحثين يرون أنهم نزلوا على الساحل الجنوبي الصومالي، وقيل في جزيرة مافيا أو لامو، غير أننا نستطيع القول بأنهم انتشروا في أغلب أراضي شرق إفريقيا ولم يستقروا في مكان محدد. ويدل على ذلك انتساب بعض القبائل والجماعات إلى الجولنديين في كل من الصومال وكينيا وتنزانيا. أنشأوا هذه البلاد في سلطنة مافيا ولامو وزنجبار التي نشأت في كينيا وتنزانيا. ويعتبر بعض الباحثين أن العرب العمانيين الذين مومباسا الحالية من بقايا آل الجولندي الذين نزحوا إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي. وكذلك زعماء السكان الأصليين في مدينة تانغا بتنزانيا يزعمون أنهم من قبيلة الجولنديين، وإن كانوا ينطقون بالكاف الكولنديين. كما يوجد في مدينة ماليندي الساحلية من ينتسب إلى نفس هذه القبيلة كلندينيين. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. نعود بعد فاصل قصير ثم نواصل من قطع حديث عن تاريخية اللغة العربية في الصومال، مقتطفات من كتاب الثقافة العربية وروادها في دولة الصومال للكاتب الصومالي الدكتور حسين معلم. ويقول بعض القبائل الموجودة الآن في تنزانيا وفي مومباسا هي قبائل عربية من الجولنديين أو الكولنديين. كما يوجد في مدينة ماليندي الساحلية من ينتسب إلى نفس هذه القبيلة. ويقال أيضا أن قبيلة جولدي في جنوب الصومال ينحدرون من أولاد الجولنديين، يعني هذه القبيلة التي انتشرت وهي كبير في الحياة السياسية لبلاد الصومال، وخاصة مقر مملكتهم في مدينة أوفجي، كما كان لهم دور فعال في نشر الإسلام وعقيدته. وحسب النصوص الواردة وخلال تتبع حركات المهاجرة، يرى بعض الباحثين أن أبناء الجولندي جماعة عربية وفدت إلى منطقة شرق إفريقيا لأسباب ودوافع سياسية. أما الهجرات الأخرى فقد وصلت إلى المنطقة عقب الجولنديين، وكان لهم دور كبير في نشر الإسلام في أواسط السكان الأصليين الوثنيين، كما كان لهم تأثير كبير في النواحي الحضارية والثقافية. بل يقال أنهم أسسوا مدن براوة ومركا ومقديشو.
ورابعا بعوث عبد الملك ابن مروان إلى الصومال. عبد الملك بن مروان الأموي إلى الصومال، بعث بعثة إلى الصومال. وكان من طبيعة الخلافة الأموية إرسال الجيوش والبعوث إلى أطراف مختلفة من دولة الخلافة لاستمرار نشر الإسلام واستتباب الأمن والاستقرار في كيان الدولة. لذلك بعث الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جيشا كبيرا إلى منطقة الصومال بقيادة أمير يدعى موسى بن زبير بن خثعم الكندي في سنة 75 هجرية بهدف تثبيت أركان دولته ومد سيطرته إلى أنحاء الصومال، ولا سيما أن الخلافة كانت مدركة وجود مناوئين ومعارضين لها في المنطقة، كما أن هذا البعث لم يخل من هدف دعوي لنشر الإسلام وبسط نفوذه في أنحاء كثيرة من المنطقة. ومن هنا أسسوا مراكز دينية لنشر تعاليم الإسلام. وتعزيزا لهذا الأمر فقد بعث الخليفة إلى المنطقة أيضا جماعة من أهل الشام، وذلك في سنة 77 هجرية. وبفضل هذه الجهود دخل أهالي المنطقة في دين الله أفواجا والتزموا تعاليم الدين الجديد. هذا في عهد الملك عبد الملك بن مروان الأموي. وقد تمكن هؤلاء المهاجرون من الاندماج مع السكان الأصليين حيث حتى نجحت دعوتهم وأسسوا مراكز ومدنا إسلامية ليس على السواحل الصومالية فحسب، وإنما على طول الساحل الشرقي الإفريقي. ولشد اهتمام الخليفة عبد الملك بن مروان بالمنطقة عين أخاه حمزة على رأس بعثة دينية إلى شرق أفريقيا، وقيل عين ابنه جعفر بن عبد الملك. ومهما يكن فإن الدولة الإسلامية كانت تعطي اهتماما كبيرا لنشر الإسلام في بلاد الصومال وشرق أفريقيا خاصة وساحل الشرق الأفريقي عامة. هجرة الزيديين. هاجرت مجموعة من الزيديين إلى سواحل بنادر جنوب الصومال في الربع الأول من القرن الثاني الهجري. والزيديون أتباع زيد بن علي زين العابدين. والمعروف أن زيد بن علي قد خرج على الخليفة هشام بن عبد الملك، غير أنه قتل في سنة 122 وفر أصحابه إلى أصقاع مختلفة، ومن بين البلدان التي التجأوا إليها بلاد الصومال وخاصة المناطق الساحلية من سواحل البنادر. وبعد استقرار هؤلاء بالمنطقة الجديدة استطاعوا الاختلاط بالسكان بل واندماجهم اندماجا كاملا، وقد تأقلموا مع الحياة العادية الجديدة واعتادوها حتى استطاعوا أن يحققوا خلال مدة قصيرة تقدما في النواحي التجارية والسياسية، كما أصبحوا يزاولون الحياة الزراعية في الأراضي الخصبة في جنوب مقديشو وضواحيها، وبالتحديد حول ضفاف نهر شيبلي الموجود الآن في الصومال. ويرى بعض الباحثين أن تأسيس مدينة مقديشو وإنشاءها قد تم على أيدي الزيديين، وأن مقديشو أصبحت فيما بعد أهم مركز سياسي وتجاري وديني لساحل شرق أفريقيا. هذه مدينة مقديشو كان لها شأن كبير في نشر الإسلام، وكانت منارة علم، وكانت مركز سياسي وتجاري وديني لساحل شرق أفريقيا في العصور الوسطى. ولكن من الصعب التصديق على هذا القول كما سنناقش ذلك فيما بعد. هذا يقول هكذا صاحب كتاب الثقافة العربية وروادها في الصومال: والحقيقة أن الزيديين بسطوا نفوذهم على طول ساحل بنادر، واستمر نفوذهم وسيطرتهم على المنطقة بالتدرج فترة من الزمن، وكان لهم فضل كبير في نشر الإسلام في ربوع بلاد الصومال، وخاصة بعد هجرة جماعة الإحساء من السعودية من قبيلة الحارث العربية إلى مقديشو، حيث اضطر الزيديون إلى التحرك نحو الداخل خوفا من أن يصطدموا
معهم حتى اختاروا بعيدا عنهم، ومن ثم اختلطوا بالسكان الأصليين وكونوا علاقات قوية معهم. إلى حلقة جديدة نلتقيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي